خطفوها واغتصبوها قدام خطيبها من غير ولا ذرة رحمة، ودي كانت أول جريمة اغتصاب تحصل بالشكل ده في مصر. لو عايزين تعرفوا القصة الحقيقية للحكاية دي وإيه اللي حصل لها بالظبط، كملوا الحلقة دي للآخر، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أنا رامز عادل وده المغبقنجي. الحكاية بدأت إن في فيلم شهير جدا اتعرض سنة 89 من بطولة النجمة ليلى علوي وحسن حسني وحمدي الوزير وممثلين تانيين. الفيلم ده قلب الدنيا حرفيا وقتها من كتر ما كانت القصة غريبة على مجتمعنا أصلا، بس التصريح الناري اللي اتقال وقتها على الفيلم خلاه ينجح أكتر بكتير، وهو إن الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، وده خلى السينمات في الوقت ده تبقى كومبليت عشان يشوفوا فيلم المغتصبون وايه اللي حصل فيه. بس اللي اتعرف بعد كده هو اللي ابشع بكتير، وهو ان فيلم المغتصبون مقتبس عن قصة حقيقية حصلت في حي المعادي بالقاهرة. وللأسف الحادثة دي كانت ابشع من الفيلم بكتير، والحكاية كانت عن بنت جميلة جدا وعندها أنوثة طاغية اسمها صاد عين، اللي هي كانت ليلى علو في الفيلم، وكانت راكبة مع خطيبها وماشيين مع بعض في شارع من شوارع المعادي الهادية، كانوا رايحين يخرجوا ويتعشوا بره. بس وهم خارجين واول ما وصلوا في حتة هادية جت عربية أجرة قطعت طريقهم ووقفت قدامهم، ونزل منها 4 شباب وطلبوا منهم 50 جنيه وإلا مش هيحصل لهم كويس. وطبعا لاحظ وقتها خطيب البنت إنه محاصر من الشباب اللي باين عليهم تأثير المخدرات بشكل كبير، وعشان يتجنب المشاكل وإن مفيش حد يمسها ولا يجي جنبها طلع كل الفلوس اللي في جيبه، وكانت 25 جنيه. وبالمناسبة ده كان رقم كبير قوي وقتها. بس للأسف الشباب طلبوا منه طلب تاني، وان هو يسيب البنت اللي معاه دي ويمشي من المكان دلوقتي والا مش هيحصل له كويس. وده كان حوالي الساعة 8 بالليل، وطبعا في الوقت ده في حي المعادي كان هدوء رهيب. بس خطيبها رفض وبدأ يعافر معاهم وقال لهم انا مش همشي واسيبها غير على جثتي. بس وهم واقفين في اللحظة دي جت عربية زرقاء ونزل منها شاب تاني شكله مهندم شوية، وقال ان هو ابن واحد من رجال المباحث المعروفين في المنطقة، وقال لهم انا مش هسيبكم غير في اسم شرطة المعادي للتحقيق معاكم كلكم ونشوف المهزلة دي مين اللي عملها. وطبعا البنت وخطيبها حسوا ان ملاك الرحمة جالهم من فوق وركبوا معاه بحسن نية في العربية، وركب معاهم واحد تاني من اللي ثبتوهم عشان ياخده ويتحفظ عليه، والتانيين قال لهم تعالوا في التاكسي ورانا. وطبعا لحد هنا كانت الامور كلها هاديه جدا، وزي ما قلت لكم البنت وخطيبها قلبهم ارتاح وحسوا ان ربنا بعت لهم منقذ من الورطه دي. بس الاطمئنان ده ما دامش كتير، لانهم سمعوا الشابين اللي راكبين معاهم العربيه بيتكلموا مع بعض وبينادوا على بعض باساميهم، وخدوا بالهم ان العربيه مش رايحه على طريق الاسم اصلا. وهنا اتاكدوا انهم تحت سيطره عصابه خطيره، وطبعا دخلوا طريق شبه مهجور ونزلوا كلهم، بس حجزوا خطيبها في العربية الأجرة وشلوا حركته بالمطاوي اللي كانت معاهم والسكاكين، وكمان ربطوه. وقام اللي اسمه أحمد اللي كان معاهم بتهديد صاد عين وحط سكينة على وشها وقال لها يا إما هتقلعي هدومك وإلا هشوهك. بس صاد عين رفضت بكل الطرق وقالت له إن شاء الله تموتني بس مش هقلع أي حاجة من هدومي، ورفضت. وكتفوها هما وقلعوها هدومها بالعافية لحد ما بقت عريانة تماما، وبدأوا يغتصبوها واحد ورا واحد قدام خطيبها اللي كان بيصرخ ويعيط زي الأطفال من كتر الكسرة وقلة الحيلة. ده غير إنهم اغتصبوها بعد كده اغتصاب جماعي بوحشية مميتة وكأنهم حيوانات مش بني آدمين. وطبعا انتوا متخيلين حجم الإهانة والعذاب اللي اتعرضت له بنت ما عدتش 21 سنة هي وخطيبها، وكم التوسل والعياط اللي توسلته لهم عشان يسيبوها ويرحموا شرفها. وخطيبها لا حول له ولا قوة شايف بعينيه كل اللي بيحصل لعروسته المستقبلية وهي بتغتصب قدام عينيه ومش عارف يعمل لها حاجة. وبعد ما خلصوا حفلة الجنس القذرة دي اللي استمرت حوالي 1.5 ساعة تقريبا، خدوا عربيتهم وهربوا وسابوا البنت بتلطم على خدها وبتصرخ وبتعيط بحالة هستيرية وهي في حالة مميتة. وقام خطيبها غطاها بهدوم تانية لأن هدومها كانت اتبهدلت خالص وما بقتش تنفع، وخدها وطلعوا على أقرب مكان فيه تليفون واتصل بعربية إسعاف عشان تيجي تلحقها لأنها اتعرضت لنزيف حاد. وبعد كده راح مكلم أهلها
وحكى لهم اللي حصل، وجم بسرعة وهم في صدمة كبيرة ومش مصدقين ايه اللي حصل لهم. وبعد كده كلهم راحوا لقسم الشرطة، وهناك تم سماع أقوال خطيبها بالتفصيل عن اللي حصل، وخدوا منه مواصفات الجناه كمان. بس هو افتكر وقتها كمان حاجة مهمة جدا، وهي رقم العربية الزرقاء اللي ركبوا فيها، وتم تحرير محضر باللي حصل كله. وبرغم من ان اهل البنت كانوا شغالين شغلانات محترمة جدا في الوقت ده، لكنهم واجهوا القضية بكل جدية من غير خوف من الفضيحة ابدا، وما كانش هاممهم اي حاجة غير حق بنتهم، وان الجناه دول يتحاسبوا اشد حساب. وطبعا الجريمة دي في الوقت ده خلت الدنيا تتقلب بشكل هستيري، وانتشرت رجال المباحث في كل مكان، وتم وضع أكمنة على مداخل المدينة تحسبا لهروب المجرمين في أي وقت. وبدأت شوارع القاهرة ورجالتها يدخلوا في حالة من القلق والذعر على بناتهم وزوجاتهم، لأن السلوك الإجرامي ده كان غريب جدا وغير مألوف على الشعب المصري في الوقت ده خالص. وطبعا ده غير ان الصحافة قامت بدورها هي كمان من جهة تانية، وبدأت تلقي باللوم والتأنيب على رجالة الشرطة. وقالوا في الصحافة انهم لو كانوا شايفين شغلهم ومغطيين كل الاماكن ما كانش ده حصل ابدا. وده خلى الدنيا تسود اكتر وزود الطينة بلة، وخلى الرأي العام مولع. وتقريبا الشرطة ما كانتش بتنام عشان تقبض على الجناه دول. وبعد بحث مكثف من كل رجالة الشرطة قبضوا على واحد من المجرمين المتهمين في القضية دي. وبعد كده كله جاب بعضه، وأول حاجة عملوها لما قبضوا عليهم عملوا لهم تحاليل، ولقوهم تحت تأثير مخدر الهيروين. ولما بدأوا يستجوبوهم بدأ واحد منهم يحكي القصة من وجهة نظرهم هم، والواحد ده كان اسمه أحمد. وأحمد ده كان صاحب التاكسي اللي اتذكر في الحكاية في الأول، ويعتبر ده الوحيد اللي كان ندمان على كل اللي حصل. وحكى وقال: بعد تخرجي من الجامعة فضلت فترة طويلة من غير شغل، بس احترافي للسواقة خلاني اشتريت تاكسي، وامي باعت لي ذهبها وساعدتني، والحمد لله اتجوزت وخلفت بنوتة زي القمر. وقال: في اليوم المشؤوم ده وداني حظي الاسود عند واحد صاحبي ميكانيكي، واداني وقتها تذكرة هيروين، بس انا رفضت في البداية، وبعد زن جامد من كل اللي قاعدين وافقت على تعاطي جرعة صغيرة جدا من الهيروين. لكن بعد كده طلبت معانا اننا نتفسح وننزل ونخرج، بس المخدرات لعبت بعقولنا ورغباتنا الجنسية. بس في الوقت ده شفنا العربية الملاكي اللي كانت جواها البنت وخطيبها، وطبعا رسمنا وقتها 1000 سيناريو عشان ازاي نغتصب البنت دي، وعملنا واحد منهم، وطبعا اللي حصل حصل. وطبعا بعد استجواب الباقيين والتحقيق معاهم وتحويلهم للمحكمة، حكمت محكمة الجنايات بالإعدام شنقا على ال5. بس في موقف اتحكى في وقت الإعدام عن أحمد اللي قلت لكم عليه قبل كده، اللي كان ندمان وقال إنه أصلا ما كانش عايز يعمل كده أبدا، وإن لولا الهيروين اللي هم ادوهوله عمره ما كان هيعمل كده أبدا. ولما اتسأل عايز حاجة يا أحمد قبل الإعدام، قال لهم: أنا ليا طلب واحد بس، عايز ورقة وقلم هكتب رسالة لأمي ومراتي وبنتي. وكتب فيها الرسالة دي بالظبط، قال فيها: أمي الحبيبة سامحيني، أحيانا قد يدفع الإنسان تمن غلطة واحدة ارتكبها في حق نفسه وحق الآخرين. ثانيا، زوجتي الحبيبة، القصاص مني في هذه الدنيا أهون على العيش، وأنا أتخيل أن ابنتي الوحيدة في موقف الفتاة البريئة التي اغتصبتها. ابنتي سامحيني إني أبوكي، سامحوني جميعا. والجواب ده انتشر في الجرايد وقتها بشكل كبير جدا. وطبعا بكده اتقفلت واحدة من أول وأصعب قصص الاغتصاب اللي حصلت في مصر. يا ريت اللي عنده أي معلومات عن القصة دي يكتبها في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضه يسيبه هناك، وأكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني، استنوني. انا رامز عادل وده المغبقنجي. سلام.